صينية كنافة بالقشطة تنافس أجدعها حلواني. الصينية دي بتفوت على القلب قبل ما تفوت على المعدة حبايب قلبي. جربيها بطريقتي وهتدعيلي، أقسم بالله أنا أستاذة فيها وبشهادة الكل بيعشقها من إيدي. شايفين الكريمة أو القشطة بتبز وبتلز. صينية كنافة سكر مظبوط، كريمة بطعم القشطة، طعمها رهيب. الصينية دي محدش بياكلها من إيدي وبينساها. أتمنى اللي يتفرج على الفيديو لايك وشير كتير ومتابعة للقناة فضلا منكم وليس أمرا. يلا بينا نشوف هنعملها إزاي. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنعملها العسل. هننزل بكوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية. كوباية ونص على كوبايتين السكر هيخلوا العسل مظبوط جدا حبايب قلبي. أنا بعملها كده وبتطلع تحفة. ضفت دلوقتي كيس من الفانيليا، ربع معلقة صغيرة جدا من ملح الليمون، عشان ما عنديش ليمون بصراحة حبايبي. عندكم ليمون نص عصرة ليمونة. بحطهم على عين البوتاجاز واقلب السكر مع الميه. حاولوا على قد ما تقدروا السكر ما يجيش على حروف الحله عشان ما يتلسعش معانا ويمرر السكر او العسل بتاعنا. 7 دقايق بعد الغليه وبطفي عليه واركنه على جنب عشان يبرد. معايا نص كيلو من الكنافه كنت مفرزاها، حطيتها في الكبه وفرمتها. لو ما عندكيش كبه بتتكسر معاكي بكل سهوله طالما مفرزاها من قبلها بليله. بنجيب الصينيه وندهنها دهنه حلوه جدا من السمنه، وبنضيف اول رق من الكنافه. اي كتل بتلاقيها معضمه في الكنافه بترميها عشان ما تبوظش الصينيه بتاعتنا. بنقسم الكنافه نصين، النص الاولاني في الصينيه من تحت والنص التاني بعد ما نحط المهلبيه او الكريمه او القشطه باي اسم كان. كده كده هتتاكل حبايب قلبي. وبايدينا نتك جدا على الكنافه. عايزه الكنافه تبقى هي والصينيه حته واحده. باجي على حروف الصينيه وبخلي الكنافه اعلى شويه من الحروف، بخلي الصينيه مجوفه في النص. بنجيب الصينيه وبنضغط عليها عشان الكنافه تبقى سوا واحد في الصينيه. معايا كوبايه من السمنه مسيحاها دافيه مش سخنه حبايب قلبي عشان الكنافه ما تتلتش معانا. سقيت الكنافه بنص كوبايه من السمنه. تعالوا نعمل القشطه. دول كوبايتين ونص لبن حليب ساقع، حطيت معلقتين من السكر، ودول 3 معالق من النشا. المقدار بتاع النشا مظبوط جدا مع كوبايتين ونص اللبن الحليب. هقلب السكر مع اللبن الحليب مع النشا على البارد قبل ما احطهم على عين البوتاجاز. حطيتهم على عين البوتاجاز سخنوا معانا وبكبكوا. بضيف عليهم معلقه حلوه من الزبده ومعلقه كبيره من القشطه. القشطه دي من وش اللبن. معلقه الزبده ومعلقه القشطه اللي احنا بنضيفها بتودي المهلبيه في حته تانية، فعلا بتخليها بطعم القشطه. بجيب الصينيه بتاعت الكنافه وبحط الخليط دوت او المهلبيه في النص زي ما انتوا شايفين. ما باجيش على الحروف بتاعت الصينيه واضيفها. المهلبيه او القشطه موجوده في نص الصينيه زي ما انتوا شايفين. بسيبها قيمه 5 دقايق. القشطه بتاعتنا بتشمع معانا، لازم نسيب المهلبيه بتاعتنا تهدى شويه قيمه 5 دقايق. بعد كده بنضيف النص التاني من الكنافه بنفرده على وش الصينيه، وما ندوس بقى عليها زي ما دوسنا في الاول حبايب قلبي. لا، احنا في الوقت ده بعد ما سوينا الكنافه في الصينيه بنطبطب عليها واحده واحده كده بايدينا زي ما انتوا شايفين. هجيب نص كوبايه السمنه اللي انا ركنتها على جنب وحطيت عليها معلقتين كمان من السمنه وسيحتها وهحطها على وش الصينيه. محدش يقول لي السمنه كتير يا ويده، لا، كنافه يعني سمنه. لازم السمنه تبقى حلوه في الكنافه حبايب قلبي عشان تديك الطعم اللي انت حباه. بنولع الفرن وتسخن جدا على درجه حراره 200. انا بحطها في الرف التاني من تحت. بلاقي الحروف احمرت معايا يعني معناتها خدت لون من تحت. بحطها في الرف الوسطاني واولع الشوايه تاخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. بس بصراحه انا بحب اقلبها وبعد كده بسقيها بالعسل. اول ما بتخرج من الفرن وهي سخنه بنسقي الكنافه بالعسل والعسل بيبقى بارد. واحلى حاجه في الصينيه دي بتتاكل وهي سخنه. شايفين المهلبيه بتبظ وبتلز ازاي حبايب قلبي؟ والله العظيم كانت تحفه وطعمها خطير. محدش بقى يجبر بخاطره يقول لي تسلم ايدك يا ويده او يحط اللايك او يعمل متابعه للقناه. ده انا بقول لكم فضلا منكم وليس امرا. كل سنه وانتم طيبين. يعود علينا وعليكم وعلى امه المسلمين بالخير واليمن والبركات.